أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج السنيور. النهاردة معانا مراجعة كتاب جديد. هو كتاب مفيش غنى عنه في جميع الأماكن اللي أنت ممكن تشتغل فيه، سواء الطوارئ، العناية العامة، عناية القلب، عناية ما بعد القسطرة أو حتى القسطرة. الكتاب ده اسمه كاسلاب. الكتاب ده منقسم على كتابين. تعال نشوف واحد واحد بالتفصيل. أول كتاب من نسخة كاسلاب عبارة عن إيه؟ عبارة عن بيزك نولوجي، هي كل المعلومات اللي أنت محتاج تعرفها. حتى هتلاقي فوق كلمة كاس لاب جايدر كارديولوجي برنسبل، ده كل المعلومات اللي أنت ممكن تحتاجها في الجزء ده. أما الكتاب التاني نفس الكلام، عبارة عن الانترفنشنال يعني هي الإجراءات التداخلية كلها. برضو تحت عشان تميزها هو فوليوم 2 خاص بالبراكتيكال بارت، الجزء العملي اللي انت محتاجه. تعال نراجع الكتابين ونشوف اهم النقط المهمة فيه. يلا بينا. تعال اول حاجة نشوف تصميم الكتاب. الكتاب متصمم بطريقة حلوة. هو قاسم لك اللونين، الكتاب الاول هو الجزء الخاص بالنظر عامله لك باللون اللبني، والكتاب التاني الخاص بالعملي عامله لك باللون البني عشان ما تتلخبطش ما بينهم. شكل الكتاب من بره شيك، انتوا عارفين ان انا بحب شوية التفاصيل دي. طبعا كاس لاب جايدر، اللون طبعا اللبني كارديولوجي برنسبل، وده السكند اديشن اللي احنا اتفقنا عليه. الكتاب معمول باللون الابيض وفيه الوان من جوه وفيه صور توضيحيه. بالنسبه لتصميم الكتاب فاحنا مفيش اي كومنت عليه. تعال نشوف بقى محتوى الكتاب. تعالوا مع بعض نعمل مراجعه للكتاب. طبعا كاس لاب جايدر الكارديولوجي برنسبل السكند اديشن. بنفتح كده هنجيب على طول الفهرست فوليوم 1 اللي احنا اتفقنا عليه، اللي هو الكتاب اللي معانا. هنشوف الكونتنت بتاعه. اول حاجه شابتر 1. شابتر 1 بيتكلم عن الاناتومي والفسيولوجي، من اول الفيتال سيركيوليشن اللي هي الدوره الدمويه بتاعه الجنين، لانها طبعا مختلفه عن الدوره الدمويه بتاعه الادلت. هيتكلم على النورمال هارت اناتومي والفسيولوجي اللي النورمال سيركيوليشن بالتفصيل. شابتر 2 هيتكلم على الاي سي جي بقى بالتفصيل. هيجيب لك اول حاجه ازاي بنعمل رسم قلب، ازاي بنوصل رسم القلب، والكلام ده هنشوفه جوه. ايه الحاجات النورمال وبعد كده الابنورمال بتاعتها. بعد كده في شابتر 3 هيتكلم على البلاد تيست، والبلاد تيست هيركز على حاجتين: الارتريال بلاد جاز اللي هي غازات الدم، والاكتيفيتد كلوتنج تايم الاي سي تي، وهشرحها لكم دي جوه. بعد كده في شابتر 4 بقى هيتكلم على الكلينيكال بروسيجر، زي مثلا الالكتروكارديوجرام والبروتكشن اوف الراديشن، ازاي تحمي نفسك من الاشعاعات. هيتكلم على الديفيبريليتور والكارديو فيرجن. بعد كده في شابتر 5 هيتكلم على أشهر الأمراض اللي موجودة، زي مثلا البلمونر أوديما، عندك البلمونر إمبوليزم والهايبرتنشن. في شابتر 6 هيتكلم على الفارماكولوجي، كل الأدوية الخاصة بالقلب هتلاقيها هنا. بعد كده هيتكلم على الاختصارات الترجمة بتاعتها، وهيجيب لك كده امتحان في الآخر عشان تقيم المستوى بتاعك. الكتاب التاني بنسميه فوليوم 2، برضه هنشوف الكونتنت بتاعه كده عشان ما نرجعلوش تاني. هو مقسمه لشابتر 1 وشابتر 2. شابتر 1 كاتب فيه الكاس لاب انترفنشن. عندك مثلا الجزء الاول الكوروناري انترفنشن، زي مثلا الكوروناري انوماليس، الكوروناري انترفنشن، الفيستولا كلوجر، وهكذا. شابتر 2 اسمها الاستراكشرال هارت ديزيز، عندك مثلا زي المترال بالون وعندك زي المترال كليب. احنا بنحاول بس ناخد عناوين كده لحد ما نشرحها بالتفصيل. بعد كده في الجزء الثالث بيتكلم على الاندوفاسكولار ريبير. في شابتر 4 هيتكلم على الالكتروفسيولوجي، زي البيس ميكر اللي هي الجهاز منظم ضربات القلب. في شابتر 5 هيتكلم على الكونجستيف هارت ديزيز. شابتر 6 هيتكلم على الميكانيكال سبورت، الانترا اورتيك بالون. الجزء السابع بيتكلم على البريفرال انترفنشن، زي الاي في سي فلتر وهكذا. بعد كده الجزء الثامن بيتكلم على الكلوجر ديفايس، زي اللوكال كلوجر ديفايس. نيجي بعد كده لشابتر 2 الكاس لاب بقى كومبليكيشن، وضمم لك فيها حاجات كتير جدا هنبقى نشرحها بالتفصيل. تعال نخش كده ناخد مثلا مثال على محتوى الكتاب. عندك الاناتومي والفسيولوجي، طبعا دي الفيتال سيركيوليشن اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي الدورة الدموية بتاعة الجنين. طبعا كل حاجة جايبها لك بالصور. بعد كده عندك النورمال اناتومي والفسيولوجي، هيتكلم على النورمال هارت اناتومي، اتكلم على الكوروناري اناتومي والفسيولوجي والسيركيوليشن والنورمال سيركيوليشن. كل حاجة هو جايبها شرحها بالتفصيل، وجايب معاها صور علشان توضح لك المعلومة. زي ما انتوا شايفين برضو دي كلها الدورة الدموية بتيجي منين وبتروح فين، بتطلع من القلب منين وبتصب فين. بعد كده شابتر 2 كده على السريع الالكتروكارديوجرام، اللي هو بقى كل ما خاص بالاي سي جي، هتكلم فيها بالتفصيل الممل. تعالى مثلا نشوف اللي هي الاي سي جي هيتكلم فيها ايه على ايه بقى.
ازاي بتوصل الاي سي جي، القرايات عبارة عن ايه، الويفز اللي هي زي دي البي كيو ار اس تي، الحاجات الطبيعية، عشان بعد كده نقارنها بالاريزميا اللي هي هتطلع معانا. زي ما انتوا شايفين ده كل حاجة خاصة بالاي سي جي، كل واحدة متوصلة في الاي سي جي قرايتها عبارة عن ايه في رسمة القلب. بصراحة هو عامل مجهود جميل جدا في الكتاب ده. عندك بعد كده الاي سي جي اريزميا زي ما انت شايف كده، برضو جايبها لك. تنقسم بقى الاتريال، حاجات خاصة بالاتريال وحاجات خاصة بالفنتريكولار، وبيشرحها كده بالتفصيل. البلاد تيست اللي اتكلمنا عليه في الفهرس هو جايب لك مركز لك على الارتريال بلاد بريشر اللي هو غازات الدم، وانا كنت شرحتها لكم قبل كده اللي هي الفرق ما بين غازات الدم الشرياني وغاز الدم الوريدي. جايب لك فيها كل حاجة اهوت بالتفصيل. الالينز تيست اللي هو قبل سحب غازات الدم النورمال فاليو بتاعتها. بعد كده الاسيتوزيس والريسبيراتور اسيتوزيس. جايب لك هنا بعد كده الميتابوليك اسيتوزيس، ريسبيراتور الكولوزيس، يعني حاجات كتير، ريسبيراتور اسيتوزيس، ميتابوليك اسيتوزيس، واسبابها والعلامات اللي ممكن تظهر على المريض. في شابتر 4 جايب لك بقى الكلينيكال بروسيجر. هناخد مثلا مثال كده عشان نوضح الموضوع ده، اللي هو الانفكشن كنترول بقى، وازاي تغسل ايدك واللحظات غسيل الايدي والخطوات بالتفصيل بتاعه غسيل الايدي. ناخد كده برضو على السريع شابتر 5 في الكومون ديزيز، زي مثلا الاكيوت كوروناري سندروم، هيشرحها لك برضو بالتفصيل. على الاسباب، ايه اللي بيظهر على المريض، ايه الريسك فاكتور والدياجنوز بتاعته وازاي تعالجه، ودورك انت كممرض معاه ايه. جايب لك مشكله تانية زي فشل القلب. الاوت لاين بتاعتنا زي ما انتم شايفين بيتكلم على كل حاجه فيها. اكيد طبعا انا مش هعرف اخد كل حاجه في الكتاب او اشرحها، لان ده هيبقى في فيديوهات منفصله. انا بحاول بس اقول لك الكتاب محتواه فيه ايه علشان تبقى فاهم، او وانت بتشتري تبقى عارف انت بتشتري ايه. ده بالنسبه للكتاب الاول اللي هو البيزك نوليدج. اما بالنسبه للكتاب التاني اللي هو بيتكلم على البراكتيكال بارت، هو الجزء العملي الانترفنشنال. سريعا برضو كده نشوف المحتوى كده سريعا اللي فيه. طبعا احنا شفنا الفهرست اللي هو الفوليوم 2 بيتكلم على ايه، او المحتوى بتاعه من جوه ايه. هنفتح كده اي حاجه ونشوفها على السريع. جايب لك مثلا في بارت 1 الكوروناري انترفنشن، هيتكلم هنا مثلا على الكوروناري انجيوجرافي. طبعا انت لو قلبت كده هتلاقي صور عشان توضح كل حاجه. عندك مثلا مكتوبه الشيز ديفايدد انتو، بينقسم بقى راديال فيمورال، والحاجات او المتطلبات بتاعت اللي انت بتحضرها. نفس الكلام الكاس بينقسم لثلاثة جروب، والناس بقى بتوع القسطرة هم فاهمين الكلام ده كويس. جايب لك بقى اكزامبل كده وبيشرحه لك بالصورة علشان تبقى فاهم كل حاجة فيه. بعد كده الكورونري ارتريز ديزيز، طبعا زي ما انت شايف كده برضه حاجات كتير جدا. الصراحة الكتاب ده دسم، انتوا شايفين حجم الكتاب عامل ازاي، دسم وفيه كل ما تتخيله من المعلومات. هو حرفيا مش سايب اي حاجة غير ويتكلم فيها. الكتابين دول من اروع الكتب اللي اتعملوا في مجال القلب. وفي نهاية الفيديو أتمنى أكون أفدتكم وعملت مراجعة سريعة كده عن كتابين الخاص بكاس لاب جايتر. هسيب لكم عناوين المكتبات في آخر الفيديو. سلام.